الثقافه والابداع، وشركه ايزيس للتسويق العقاري وشركه جاردينيا. احنا بنرحب بكم النهارده في لقاء متجدد. انا بوعدكم خلال اللقاء ان فيه مفاجآت كتيره جدا. انا شخصيا ما اعرفش عنها حاجه، بس هنعرض دلوقتي بعد شويه لما نستمع لكلمات الاساتذه. معانا على المنصه المهندسه وفاء يوسف، رئيس مجلس اداره شركه ايزيس للتسويق العقاري والاستشارات الهندسيه. الاستاذ حساني محمود اسماعيل، مدير شركه جاردينيا للاستثمار والتطوير العقاري. الاستاذ هيثم الهواري، رئيس مؤسسه سين للثقافه والابداع ورئيس اتحاد المسرحيين الافارقه ورئيس المهرجان. اتمنى لكم وقت ممتع مع الاساتذه. انا هستاذن المهندسه وفاء والاستاذ حساني ان انا هبدا بالكلام. وقبل ما ابدا بتفاصيل الدوره العاشره ان شاء الله، انا عايز اشكر المهندسه وفاء على وقوفها ودعمها الكبير للمهرجان. بصراحه